السلام اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب هذه الحرشه، نتمنى انكم تجربوها حيت فعلا كتجي لذيذه. نخليكم دابا مع المقادير والطريقه. اذا غادي نحتاجوا 3 الكيسان سميده رقيقه، معلقه صغيره ديال الملح، نص خماره، 3 المعالق كبار ديال السنيده، ممكن ديروا كميه اقل على حسب الذوق، كاس لاروب ديال الزيت، كاس وربع ماء بارد، والسميده رقيقه اللي غادي نحتاجو للتكراس تقريبا شي نص كاس. اذا في شي اناء كنديروا السميده وكنزيدوا عليها الزيت، من بعد كنبداو نبسبسوها مزيان بيدينا حتى كتشرب الدسم. دابا ملي تخلطات مزيان غادي نزيدوا باقي المقادير ما عدا الماء. غادي نزيدوا الخميره معلقه صغيره يعني نص خماره، ومعلقه صغيره ديال الملحه، هي هذيك كتجي يدك في الملحه، و3 المعالق ديال السكر كما قلت لكم حسب الذوق، تقدروا ديروا كميه اقل. نزيدوا نخلطوا هذا الشيء كله حتى ما يبقاش يبان لنا السكر ولا الحبيبات ديال الخميره، ويكونوا المقادير كلهم منسجمين تماما. عاد غادي ندوزوا للمرحله الاخيره وهي الماء. غادي نزيدوا كاس وربع ديال الماء غير ديال الروبيني، المهم هو انه يكون بارد، ونخلطوا بصبعنا. حاولوا انكم غير تشوفوا المقادير انهم انسجموا توقفوا، لان الا حركتوها بزاف ولا خلطتوها بزاف غادي تولي لكم معجنه ما غاديش تبقى حرشه. دابا نخليوها ترتاح 10 دقائق. من بعد 10 دقائق كي تشوفوا السميده كتشرب الماء وكتولي شاده في راسها، نقدروا دابا نشكلوها بكل سهوله. كناخذوا 2 طباس كبار، من الاحسن ما يكونوش غارقين، يكونوا بلا، وكنرشوا فيه السميده بزاف حيت غادي نقرصوا فيه باش ما تلصقش لينا. في الاول حاولوا تشكلوها وتقرصوها شي شويه، عاد رشوا عليها السميده باش ما تجيكمش فيها الخطوطه ولا شي حفاري. من الاحسن تقرصوها في الاول بلا سميده، عاد ترشوها من بعد. كي شفتوا حتى قرصتها شي شويه عاد رشيتها بالسميده، وكي كتلاحظوا كنقرص بايد وايد كنحبس بها الجناب باش كتجينا مقدم الجناب وما مشققاش. كناخذوا الطبسيل الثاني وكنحطوه فوق الحرشه وكنقلبوها بسرعه، وكنقادو الجهه الثانيه، وحاولوا ما ترققوهاش بزاف، تقريبا شي سنتيم ونص كتجي هي هذيك. كنكونوا سخنا المقله الثقيله وكنلوحوها فيها بلا ما ندهنوا المقله، ما كاينش داعي، وتقريبا غادي تاخذ شي 8 دقائق باش طيب من الجهه الاولى. وما تنساوش مره خاصكم تحركوها باش تجيكم محمره كامله وما تجيش طيبه غير من بلاصه واحده. كنطيبوها على نار متوسطه، يعني الا نقصنا عليها البوطه غادي تقسح لينا، ولا جهدناها غادي تحرق. لا ما غادي نديرو نار متوسطه. دابا غادي نشدوها وكنقلبوها الجهه الاخرى وكنرجعوها طيب. الملاحظه هي ان الجهه الثانيه ما كتحتاجش طيب بزاف، تقريبا 5 دقائق كتكون تحمرات. من الاحسن انكم تردوا مع البال لا تحرق لكم. ها هو الشكل النهائي، نتمنى تكون عجبتكم، وراه سهله وخا فيها بزاف تاع لي ديتاي، ولكن راه كتجي زوينه وسهله، ونتمنى تجربوها. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد، وبصحه والراحه.